يعني المشهورة أن الذين كانوا مع عبد الله بن جبير فوق جبل الرماة نزلوا عصوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقوا، ونزلوا لجمع الغنائم، ثم خاطبهم أميرهم عبد الله بن جبير ولم يستجيبوا. وكانت بعد الهجمة أتاهم خالد بن الوليد في فئة من المشركين من خلفهم وأخذوا يقتلون، فصار هنا صارت الصدمة. عند الصدمة يعني يحدث ما لا يتوقعه أحد، فهرب معظم الصحابة تقريبا، ما بقي إلا نفر قليل كان رأسهم الإمام علي ومعه سهل بن حنيف وأبو دجانة. والصحابة يوم أحد 3 أصناف: صنف ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثباتا مشكورا ورأسهم الإمام علي، ومعه ثلة قليلة اختلف في عددهم، قيل 8 وقيل 6 وقيل 10 وقيل أكثر، لكن في هذا الحدود. يعني لو افترضنا أن الثابتين ثبوتا مطلقا يعني كانوا في حدود 20 على أبعد تقدير لكان قليلا. الفئة الثانية انهزموا ثم عادوا، وكان منهم طلحة بن عبيد الله وربما سعد بن أبي وقاص. والفئة الثالثة انهزموا ولم يعودوا، وكان منهم عثمان بن عفان رحمه الله وسامحه، وأيضا كان عمر ممن انهزم ولم يعد، يعني صعد فوق. هو الذي روى الإمام أحمد في مسنده أنه كان يقفز من صخرة إلى صخرة فوق في جبل أحد، يعني صعد إلى جبل أحد. وهنا طبعا يأتي الغرابة، يعني لماذا يعني الذي يمتلئ قلبه بالإيمان يجب أن يكون ثابتا، فهل هذا ضعف في الإيمان أم هذا دهشة، أم أن هذا من الدهشة، دهشة الهزيمة، أم ماذا؟ فهو موقف غريب. يعني قد تستغرب من رجل ضعيف الإيمان أن يهرب، يعني أو حديث الإسلام، لكن رجال متقدم الإسلام أن يهرب. طبعا اختلف في أبي بكر، روى الواقدي والبلادري أنه ممن هرب أيضا ممن تنحى، هكذا وردت العبارة، وبعضهم يذكر أنه عاد. ففي خلط في الروايات وفي الأمور، ولا أستبعد الأثر السياسي في التخفيف من هروب بعض كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان. ولكن إن ثبت فقد عفى الله عن الجميع كما في سورة آل عمران. فالفرار، لأن الفرار من الزحف طبعا هو كبيرة من كبائر الذنوب، وخاصة لما يكون الفرار من الشيخ. نعم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، ببعض ذنوبهم. نعم، هذا يتعلق بأحد. نعم صحيح. لم يشيروا إلى ما اكتسبوا مفسرون ومحدثون. الذنوب أحيانا قد ما تعرف، يعني أحيانا قد يذنب الرجل ذنبا ولا يعرفه إلا الله عز وجل. لكن المهم أن في آخر هذه الآيات ولقد عفى الله عنهم، فالعفو من الله عز وجل عن هذا الخطأ أو عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، يعني مأخوذة في الحسبان وتؤخذ. وإنما لا أستغرب إلا هذا يعني أنا أتوقع هكذا. مرة طرحت سؤالا علينا في حلقات ماضية أنه عن المقاومة في جنوب لبنان، أنه هل يتوقع من أحدهم أن ينهزموا عن السيد حسن نصر الله؟ لا يتوقع. نعم. لا يتوقع. فهنا الغرابة، أنه هل خاصة وأن هناك شحن وإعداد نفسي وآيات تتلى ونبي موجود، ويعني على الأقل حتى أم عمارة الأنصارية ثبتت. فهذا محل تساؤل، يعني هل القدرة على المقاتلة هل هي دهشة أم هي يعني خذلان من الله عز وجل أم ماذا؟ هذا التساؤل نحن عندما نقرأ التاريخ نسأل وقد لا نجيب. وإن الشيخ ربما الشيخ ربما واحد يعني يقول لكم تكون دهشة مرة، لكن دهشوا في أحد، دهشوا في حنين، دهشوا في الأحزاب، دهشوا في خيبر، هذه دهشة متكررة فضيلة الشيخ.
هذا الخوف من الموت، بعض الناس متأصل فيهم الخوف من الموت، والموت حق، لكن مع إيماننا بأنه حق هناك خوف من الموت. يختلف الناس، النفسيات البشرية تختلف. قد تجد واحد كثير الإيمان لكنه يرعد من الموت، يخشى من الموت. والخشية من الموت يعني ليست عيبا بحد ذاتها، لكن عندما تتخلى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع في حفرة عملها له أبو عامر الفاسق، وثم أخرج ومعه ثلة حوله يقاتلون، المفترض أن الواحد من هؤلاء الفارين يقول لأن أذوق الموت خير من أن أتسبب في هذه الهزيمة وأن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أيضا مما فت في عبد المسلمين أن ابن قمئة أو بعض المشركين صاح قتلت محمدا، فربما الدهشة في أحد فائقة، ولا صحيح أبو بكر وعمر انهزموا أيضا يوم حنين، وانهزموا يوم خيبر، وعثمان كذلك. طبعا عثمان رجل لم يكن يعني من الأشداء، رجل لين وطيب وكريم منفق الأموال، فقد لا يعاتب كثيرا، لكن شدة عمر هي التي هو شديد في يعني معروف بالشدة. فلماذا الهروب، أو لماذا طبعا حتى مسألة هروبه إلى جبل أحد رواه السنة، بل الإمام أحمد رواه، الإمام أحمد في المسند روى هذا. فمعنى هذا أنه قد بلغ هذا الخبر مبلغا قويا لدرجة أنه قبله بعض العلماء السنة الكبار. وهذه ابتلاء من الله عز وجل، ولعل الله عز وجل يعني هذه الهزائم المتكررة لعلها إشارة إلى مسألة القيادة، لعلها إشارة ما، والله أعلم. هذا كما قلنا نحن نبسط الظن، والظن في الرواية التاريخية يجب أن يحتل الظن مكانا كبيرا حتى يستطيع العقل أن يتنقل وأن يحلل وأن يستنتج، ولا نقطع بأمر هكذا أو هكذا.